الست اللي ماتت وصحيت اكتر من مره. يقول لك في ست اسمها مارجو ميكو جالها حمى شديده جدا تسببت في وفاتها. المهم قرروا يدفنوها بسرعه خوفا من ان المرض ده يكون معدي وينتشر ما بين الناس. الست دي قبل ما يدفنوها كانت لابسه خاتم غالي جدا. جوزها قبل ما تروح علشان تدفن راح علشان ياخد الخاتم ده ويخلعه من صباعها، لكن ما قدرش يخلعها ده لان الخاتم صغير على صباعها، فقرر يدفنها بالخاتم اللي هي لابساه. المفاجاه هنا بقى وهي مدفونه جم حراميه القبور راحوا بيفتشوا في القبر بتاعها لقوا الخاتم ده موجود، فراحوا علشان يخلعوه، ولكن بسبب ان الخاتم صغير وصباعها اكبر من الخاتم الحراميه دول ما قدروش يخلعوه، قرروا يقطعوا صباعها وياخدوا الخاتم. وقت ما هم بيقطعوا صباعها تصحى الست دي فجاه وتصرخ بصوت عالي. واحد من الحراميه دول طب ساكت مات من الصدمه والخوف اللي فيه. المهم صحيت وطلعت من القبر ومشيت وراحت على بيت جوزها وخبطت على الباب. اول ما جوزها فتح الباب لقاها واقفه قدامه بالكفن اللي اتدفنت بيه وصباعها عمال ينزف بالدم. جوزها طب ساكت مات، وبعدها دفنوا جوزها في القبر اللي كانت فيه، لكن لما ماتت كتبوا على قبرها عاشت مره واحده وماتت مرتين.